طب هل بقى الحكم صفر ولا لا؟ ده المهم. انا اقول لك بس حاجه طبيعيه. هنا لو الحكم صفر وشاف لعيب الزمالك لمس الكره هينزل ايديه، لان خلاص طالما يعني الشرط الاساسي في اللعبه ان هي ما تتلعبش مباشره. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتهام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا هتلاقي لعيب الزمالك بيستخدم اليد في وش لعيب غزل المحله زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا بقى الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي، مع ان هنا في استخدام باليد والطبيعي ان الحكم يحسب فاول، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي، وطبعا هنا قرار خطا من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيشد لعيب المحله، وطبعا هنا الشد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا، وهو الفاول اللي جه منه هدف نادي الزمالك. هنشوف مع بعض كده بدايه الفاول. بص كده، هل في التحام من لعيب نادي الزمالك ولا لا في بدايه الفاول زي ما احنا مش شايفين مع بعض. بص هنا لعيب الزمالك الاتحام موجود اهو، يعني هنا اللاعب برجلين الاثنين دايس على لعيب المحله اللي على الارض. طب هنا الحكم ما حسبش حاجه ومشى اللعب. شوف بقى مع بعض، يعني هنا الوضع ده الطبيعي ان التحام زي ده تحسب فاول على لعيب الزمالك، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه ومشى اللعب، ومجرد ما حصل الالتحام مع لعيب الزمالك حسب الفاول على لعيب المحله. تعال بقى نشوف مع بعض كده التنفيذ، علشان هنا في كلام كتير قوي في التنفيذ بتاع الفاول. هنا الحكم رافع ايديه، طيب طالما رافع ايديه يعني هنا ضربه حره غير مباشره، ما ينفعش لعيب الزمالك يشوطها مباشره للجون. لازم قبل ما يشوطها لعيب الزمالك يلمسها، وطبعا لعيب الزمالك يلمسها مجرد ما الحكم ما يصفر. طب هل بقى الحكم صفر ولا لا؟ ده المهم. انا اقول لك بس حاجه طبيعيه. هنا لو الحكم صفر وشاف لعيب الزمالك لمس الكره هينزل ايديه، لان خلاص طالما يعني الشرط الاساسي في اللعبه ان هي ما تتلعبش مباشره. فلو لعيب الزمالك في اللعبه دي لمس الكره الحكم هينزل ايديه، لكن هنا الحكم لحد ما الكره ما اتشاطت رافع ايديه. ده معناه ايه؟ ان هو لحد ما صفر ما كانش لمس الكره لعيب نادي الزمالك. معنى بقى ان هو يرجع للفار عشان يشوف اللقطه هو لمسها ولا لا، طبعا ان هو الرجوع للفار خطا 100%، لان هنا بيرجع لقرارك انت. هل انت اصلا صفرت في اللقطه ديت، في اللقطه الاولى دي صفرت ان هو قبل لعيب الزمالك ما يلمس، ولا في اللحظه ديت انت كنت بتبص على الكوره عشان تشوف هل لعيب الزمالك هيلمس ولا هيشوط على طول، بالدليل ان الكوره بعد ما اتشاطت انت لسه رافع ايديك. فطبعا هنا هو يعني قرار الغاء الهدف كان قرار سليم 100%، وقرار ان هو يرجع للفار قرار خطا 100%. نروح للحاله اللي بعديها، وهو الهدف اللي اتلغى لغزل المحله. برضو الهدف ده فيه كلام كتير جدا. شوف مع بعض كده لحظه لعب الكوره، هتلاقي هنا لعيب المحله ده في وضع تسلل، بس هل اللاعب ده اشترك في الكوره ولا لا؟ شوف مع بعض كده هتلاقي الكوره في اللحظه الاولى اللي احنا هنجيبها ديت هنا كده ما اشتركش في الكوره. هنا بقى الكوره جت في لعيب نادي الزمالك ورجعت للعيب غزل المحله، يبقى هنا لعبه جديده. اللعبه دلوقتي بقت لعبه جديده، معنى ان انت برضو تاخد التسلل على اللعبه اللي هو ما اشتركش فيها وما تعتمدش اللعبه الجديده ديت، برضو قرار غريب جدا. والاغرب بقى ان هنا حكم الفار ما اتدخلش ولا عاد اللقطه ديت ولا شفنا لها اي خط حتى. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام وفيه تدخل بقوه من لعيب الزمالك. الحكم هنا حسب فاول، معنى ان انت حسبت فاول يعني شفت المخالفه ديت، الطبيعي ان انا اديله انذار. يعني لعبه زي دي ازاي ما فيهاش انذار؟ يعني حاجه غريبه جدا. امال انت حسبت فاول على ايه؟ يعني برضو قرار غريب من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا كان الحكم حسب ضربه جزاء للمحله. شوف مع بعض هتلاقي فعلا في التحام، لكن بدايه اللعبه كان في تسلل على لاعب المحله، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء طالما اللعبه بيسبقها التسلل، وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهو الهدف اللي اتلغى لفريق الزمالك. نشوف مع بعض كده لحظه لعب الكره، هتلاقي لعيب الزمالك في وضع التسلل، وطبعا هنا قرار الحكم انه يلغي الهدف قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهو برضو الهدف الثاني اللي اتلغى لنادي الزمالك. نشوف مع بعض لحظه لعب الكره، هتلاقي برضو اللاعب اللي انا معلم عليه في وضع تسلل، وبرضو هنا قرار الحكم بالغاء الهدف قرار سليم.